السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كلكم، وشكرا ليكم جدا جدا على تعليقاتكم على الفيديو بتاع الست البيت الجميلة ام كريم عندي وعندها. انا عايزة بس اعتذر لكم من قلبي، لان في ناس مفكراني انا قافلة التعليقات. والله ما قفلتها، يعني انا غايبة عنكم الغياب ده كله. في الاخر اول ما هاجي اقفل التعليقات هي حاصلة لوحدها. حتى انا كتبت على المنتدى ان التعليقات بتتقفل لوحدها، كل ما افتحها بعد شويه ارجع عشان اشوف تعليقاتكم الحلوه وافرح بيها الاقي الموضوع تاني التعليقات مقفوله. مش عارفه السبب فين. وبعد كده اكتشفت ان في كذا قناه بتعاني من نفس الموضوع ومش عارفين برضو السبب فين. فانا والله بعتذر لكم، الموضوع مش من عندي انا، ومنتظره تعليقاتكم تحت الفيديو ده. يا رب التعليقات تتفتح ما تتقفلش تاني، لان سمعت فيديو قال طب نزلوا بعد لما تلاقوا فيديو التعليقات اتقفلت عليه نزلوا بعديه فيديو تاني عشان المشكله تنتهي. فجيت انزل لكم الفيديو ده. انا كنت بالفعل مصوراه لما كنت مع ام كريم عشان كنت عايزه انزله لكم، بس لقيت الاضاءه فيه مش كويسه وانا مش ظاهره فيه قوي، الصوره غامقه قوي، فكنت هلغي التصوير ده كله. بس احتاجته دلوقتي عشان اطلع اكلمكم. بجد وحشتوني، وبجد شكرا لقلوبكم الحلوه والكلامكم الحلو. ربنا يجازيكم خير كلكم. وعن فرحتي بقى بمقابله ام كريم مش هعرف اوصفها لكم. انا اعرف ام كريم من 8 سنين او اكتر، من اوائل الناس اللي كانت بتعلق عندي على القناه هي واكل ماما واخت اسمها فاتن مصطفى. يعني كانوا الثلاثه دول بيعلقوا عندي لمده سنه ونص تقريبا، هم الثلاثه دول بس، فغلاوتهم في قلبي كبيره قوي قوي، وانتوا كلكم غاليين. هنا بقى الهديه الجميله الراقيه الرقيقه اللي جابتها لي ام كريم، او بمعنى اصدق واصرح يعني الجميله بنتها الصغيره حنين. جابت لي الهديتين الحلوين قوي دول، نوعين برفان جميل جميل يعني. وبجد شكرا ليهم. انا عندي الصوت حواليا دوشه فظيعه، يعني لغيت الدوشه اللي في الفيديو، جات لي الدوشه اللي هنا. كان هنا زوجي بيسلم عليكم، لقيت الدوشه حواليه مش هتسمعوه، رحت لغيت الصوت برضو وانا بسجل لكم دلوقتي. الدنيا دوشه حواليا. المهم يا حبايبي، يا رب تكونوا سمعتوني وتتقبلوا اعتذاري، لان ماليش يد في حكايه التعليقات الموقوفه دي. وبشكركم على تعليقاتكم على فيديو ام كريم والناس اللي سلمت عليا. انا كمان والله قلبي بيسلم عليكم كلكم. وادي صورتي مع ام كريم، وان شاء الله ذكرى جميله ودايما بيني وبينها.